يا ترى القهوة مفيدة ولا مضرة لمرضى القلب؟ والإجابة مش زي ما أنت متخيل. القهوة مش كلها مفيدة ومش كلها مضرة، سواء كنت مريض قلب أو غير مريض قلب. الكافيين اللي في القهوة بيحسن التركيز ويقلل الإحساس بالتعب، وأبحاث كتير بتقول إن فنجان واحد في اليوم أو 2 ده آمن على قلبك وكمان مفيد ليه. لكن المشكلة فين بقى؟ الكميات الكبيرة اللي الناس بتشربها من القهوة، ده اللي بيرفع ضربات القلب وضغط الدم ويعمل إرهاق في عضلة القلب. الخلاصة في موضوع القهوة هي ليها مزايا، بس المفتاح في الاعتدال. وتعالى بقى اقول لك الطريقه المظبوطه اللي هتستفيد بيها من القهوه. رقم 1، اتاكد انك بتشرب قهوه نظيفه، طبعا المصريين فاهمين انا قصدي ايه. ورقم 2، ما تحطش سكر كتير في القهوه. واخر حاجه، ابعد عن القهوه اللي فيها كافيين كتير قوي لو انت من مرضى القلب. كان معاكم دكتور ايمن حامد، استشاري امراض القلب والقسطره بالمانيا. لو عندكم اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.